السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير ودايما بخير يا رب، وتزيدوا ما تقلوا. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم بخير يا رب، وكل عيد عليكم سعيد، اللهم امين. صلوا على النبي وزيدوا النبي صلى اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده هعمل لكم حاجه حلوه بس مختلفه، زي الطواجن اللي بنجيبها من بره. عيالي عايزين الطاجن بكام بقى قد كده؟ لا انا هعمل لكم كام طاجن زيتوا في الطواجن، هعملها لكم ايه هنا على ايدي. انا عملت ايه؟ صينيه الكيكه الحلوه دي ام الشوكولاته، بصوا عامله ازاي جميله. انا عملتها وخليتها لما بردت خالص. دي معموله بايه؟ كوبايتين ونص دقيق، نص كوبايه كاكاو، 3 بيضات، كوبايه الا ربع زيت، كوبايه سكر، كوبايه لبن، بيكنج باودر، كربونات الصوديوم، فانيليا، معلقه خل، كاكاو. القهوه حلوه جدا لما تحطي معلقه قهوه او معلقتين في قلب الكيكه دي. انا كده كده عاملاها معاكم مره واثنين وثلاثه، اللي عايز يتفرج عليها ويعرف طريقتها يرجع لها في القناه. دي انا عاملاها ليه؟ ودي كانت عندي بواقي كريم شانتيه، انا ضربها بس مش قوي، يعني ضربها من المضرب اليد، وما بتبقاش الطواجن دي تتحشي مثلا تتزوق بالنوتيلا بشوكولاته خام تسيحيها. انا هنا في كريمه ضربتها، حطيت هنا كريم شانتيه ابيض عادي، وهنا حطيت عليها معلقه كاكاو ومعلقه شوكولاته، لازم تبقى سايله عشان اعرف ازوق الطواجن. وهنعمل حاجه حلوه من بلا حاجه، يعني هي مفيش حاجه مش مكلفه، بس التكلفه هتبقى على قدنا كده وبسيطه وحلوه. ماشي، هتبقى بسيطه وخفيفه. هنا مثلا انا هعمل ايه؟ عملت الكيكايه، بصوا انا حبيت اوريها لكم. بسم الله بسم الله، بصوا طالعه عشه وحلوه ازاي. بسم الله، انا غاسله ايدي ومطهراها طبعا زي ما بقول لكم. بصوا عامله ازاي سفنجيه جميله جدا. بصوا انا اللي مغمقاها كده بالكاكاو الخام الحلو، هو اللي بيبقى مخليها لونها كده. ماشي يا حبايبي، حلوه قوي قوي. بصوا حلوه جدا وطعمها حلو قوي، حتى لو تاكل بيها شاي كده حلو. دي بتاعه التورت اللي انت تزوقي تعملي منها جاتوه، تبقى حلوه قوي. ماشي يا حبايبي، هنعمل ايه؟ مثلا عايزه تحطي كريم شانتيه في الاول، هنحط. بصي دي الطواجن اللي بتتجاب من بره، ماشي؟ دي الطواجن اللي بتتجاب من بره، جايباها بقى فيها حاجه حلوه، اغسليها واركنيها. انت هتشتريها، انا جايباها مشتريها. بسم الله. هنا هنعمل ايه؟ هنحط في قاع الطاجن معلقه كريم شانتيه، مثلا ايه اللي بالصوص الشوكولاته بصوص الكاكاو عادي. ماشي يا حبايبي، بصوا اهو هنحط كده. بسم الله تبارك الرحمن كده اهو. وهنحط، هنيجي هنا نعمل ايه بقى؟ هنحط ايه؟ الكيكه بتاعتنا الحلوه. بسم الله، انا مفتفتها بالمعلقه عشان ما احطش ايدي. بصوا اهو، بصوا اهو كده ايه الطاجن بتاعنا الجميل. وهتتزوق فوق الوش بقى بحاجات حلوه كتير، حلوه حلوه يعني كده. يبقى احنا عملنا ايه؟ الطواجن دي سعرها على قد ايدينا. شوفي بقى اولادك كام نفر، او الاسره من كام نفر، هيجي يقول لك ايه كده. ماشي اهو، حلوه قوي. بصوا ماشي ماشي حلو. هنا هنعمل ايه بقى؟ هنحط كريم شانتيه ابيض في قاع الايه الطاجن. بصوا كده اهو. ماشي يا حبايبي، وهنحط هنا ايه؟ الكيكه. هنفرد ايه الكيكه زي ما انتوا عايزين، زي ما انتوا ما تحبوا اعملوا. بصوا كده ونكبسها حلو كده اهوت. هتبقى ايه؟ ادي اول ايه طبق. بصوا اهو، يبقى هنا كريم شانتيه ابيض، وهنا كريم ايه، وهنا حاطه كريم شانتيه اللي حاطه عليه الشوكولاته زي ما قلت لكم الكاكاو. ماشي يا حبايبي. وبعد كده هنعمل ايه؟ ديت المحطوط عليها صوص الايه؟ صوص الكريم الابيض الاسود، معلش اتلخبطت. ماشي، وهنعمل ايه كده اهو. بصوا لازم تبقى سايله ليه؟ عشان خاطر تتفرد بسهوله وتبقى حلوه تشرب. اساسا الكيكايه، انا الكيكايه عملتها ما رضيتش اشربها باي حاجه. انا ممكن كنت حاطط لها ايه؟ قهوه سريعه الذوبان وقلبتها بمعلقه لبن او حاجه. لا انا مش عايزاها ايه باي حاجه، انا عايزاها تبقى ايه كده عشان تبقى حلوه، متبقاش مهريه. بسم الله بسم الله. لسه هنحط لها صوصات بقى، في صوص شوكولاته نوتيلا، في شوكولاته خام، على حسب اللي هيحب. انا ايه هزوق له الوش ايه بالطعم اللي هو هيحب. ماشي يا حبايبي، بالطعم اللي هو ايه هيحب كده اهو. ماشي، وده اللي حطينا كريم الشانتيه الابيض. ماشي، شوكولاته او الكريم اللي بيصوص الشوكولاته. ماشي،
بصوا يا حبايبي دي بصوص ايه، هحط فوق الوش ايه، شوكولاته اللي بكريم شانتيه بردك، دي محطوط عليها كريم شانتيه وصوص شوكولاته. زي ما قلت لكم عايزين تحطوا كريم شانتيه مع الكاكاو حطوا، بتبقى حلوه جدا. عايزين تحطوا صوص شوكولاته سايح حطوا، ماشي. يبقى كده ايه اهي قدامكم. دي هنحط بقى ايه طبقه كريم شانتيه فوق الوش. دي هنحط طبقه كريم ايه صوص ايه شوكولاته عشان تبقى مطعمه من ايه اليمتين. بصوا اهي، بسم الله بسم الله بسم الله. بصوا اهي، بصوا سهله قوي اهي، سهله قوي. بصوا اهي تفرشيها كده عادي. وقبل ما تحطي الصوصات اللي فوق الوش تشوفيها الاول ايه، خليها تجمد شويه في التلاجة وبعد كده نكمل ايه بس كده. يبقى احنا ايه عملناها بالمنظر الجميل دوت. هجيب منديل وهمسحها بردك عشان ايه ننضف منظر الطاجن ما يبقاش فيه حاجه. بمنديل ورق كده حلو اهو، منديل المطبخ. وده انا هكمل وهحط بردك في العلبه ديت، واللي عايز ايه سلطانيه بوله اي حاجه من البيت تحطوا فيها صينيه براحتكم. هكمل انا معاكم، هكمل انا وهرجع ايه يبقى اخر حاجه اوريكم الوش هيتحط فيه ايه. دلوقتي رجعت لكم، انا زوقت الطواجن اللي انا قلت لكم عليها. بصوا انا جايبه شوكولاته من ديت، جايبه بيريو، جايبه كيكايه من دي، جايبه هولو، كل الحلويات دي الحلوه انا عملتها. بصوا ممكن تزوقوا كده اهو بسم الله. بصوا الطاجن ام الشوكولاته دي زي ما بيعملوها كده في المحلات، تحطوا الكيكه عليها كده. ممكن تحطي واحده من ديت وواحده بيريو كده اهوت، بقى شكلها تحفه. تزوقيها كده بقى شكلها حلو جدا. بصوا الزوايا باي حاجه زي ما تحبوا حلو. والشوكولاته الخام دي اللي انا حطيتها فوق الوش انا سيحتها على حمام مائي. بصوا كده اهو، تعالوا كده اهوت كده اهو. انا عشان بس ما اطولش عليكم قلت ايه احضرها وازوقها معاكم كده اهو بسم الله. في حاجات كتيره قوي بردك ديت، ممكن تكسريها ما تحطهاش بطولها، تكسريها كده عشان تدي شكل حلو جمالي كده بردك. هزوقهم كلهم واكملهم خالص واصوره لكم صوره. هي ده شكلها النهائي. اهم حاجه اهي الحلويات اللي انتوا تحطوها براحتكم، وان شاء الله تعجبكم على طريقتي وتجربوها وفي البيت، وشكل حلو وطعمها حلو وموفره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.